السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. فاكرين يا جماعة قبل رمضان لما كنا عمالين نقول فاضل أسبوع ورمضان يجي، فاضل 3 أيام ورمضان يجي، رمضان بكرة، عدى منه 4 أيام كده والشهر بيجري 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 بيجري. وللاسف ده حال كل الايام، مش رمضان بس، الايام كلها ما عادش فيها بركه، بقت بتجري بسرعه. مش عايز اقول على الشهر الكريم انه ما فيهوش بركه وايامه فيها بركه، لكن علشان في احداث كتيره بنحس ان هو بيجري. لكن خلينا اقول ان الشفيع في الموضوع هو بصراحه الجو في كذا رمضان قبل كده بيبقى الجو حر، الجو كله عرق وتلزيق، فكان بيبقى وحش جدا وكان الصيام بيبقى صعب جدا. ولكن الحمد لله الى حد ما مائل الى الجفاف. الدنيا كانت ممطره من كام يوم بصراحه، مغرقه اماكن كتير، ولكن مش مشكله. خلينا نقول انه بوجه عام الصيام الحمد لله ما فيهوش مشقه. طيب انا طالع بتكلم في الفيديو ده ليه؟ وانا قاعد بفكر في عمايل الفيديوهات ايه اللي انا هطلع اتكلم فيه، جه في دماغي بصراحه حاجتين قلت لازم اطلع اتكلم عليهم. ده تنويه علشان بعد كده كلامي ما احسبش عليه وابقى عملت اللي عليا، خلصت ذمتي قدام ربنا. اول حاجه، انا علشان اتكلم معاكم في الفيديوهات كان الهدف كله من الاول ان انا اجيب لك المعلومه كبير مجعلصه وليها حواف وفيها رجول من تحت، ساعتها اخش بدوري اشفيها واقطعها واسلخها واوصلها لك معلومه جميله لطيفه بسيطه كده علشان انت تستفيد منها. ولكن علشان اعمل لك العمليه الجميله دي، الموضوع ساعات ممكن يتخلله بعض الهزار، عدي بعض القافيات، عدي بعض المصطلحات الغير طبية، وذلك لسبيل توصيل المعلومة بيسر. وده علشان ايه؟ عشان انت تفهم، عشان انت تفهم، علشان انت تفهم، وعلشان انت كمان تفهم. الموضوع مش اكتر من ان انا بس بحاول بطريقة بسيطة، طريقة كلها يسر وبساطة، ان انا اوصل المعلومة. وعلى رأي الفنان سعيد صالح الله يرحمه لما قال علمونا الكلام الشعبي ده، الكلام السلس الجامد، بلاش الكلام الكبير بتاعكم ده، علمونا كده ايه بالهجايز. الموضوع التاني، خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله لما هاجي اعمل فيديوهات وهتكلم على منتجات كتيرة جدا في مواضيع مختلفة، سواء بقى دواء وسواء مستحضرات، هتلاقوني يا جماعة في بعض الأحيان في منتجات بتبقى كلها من شركة واحدة. ده مش معناه أنا ابن الشركة، ولا ان الشركه دافعالي فلوس، ولا ان انا عايز ازود مبيعاتي من خلال المنتجات دي، ولا ان انا عايز ازود مبيعاتي بس. مش هم دول الاسباب. امال ايه الاسباب؟ يمكن علشان جربتها مثلا انا وغيري، عندي عليها فيدباك كويسه. موضوع عن اختبارات شخصيه، سواء على اهل بيتي وسواء الناس اللي خدت المنتجات وجربتها وادتني عليها فيدباك. كل المواضيع دي استخدمها في خلال الفيديوهات بتاعتي. ما عنديش اي هدف من الفيديو ده غير ان انا عايز اوصل لك معلومه تستفيد منها، بعد كده تدعي لي واخد منك حسنات وثواب ان شاء الله. اخيرا وليس باخرا، ملخص الكلام اللي انا بقوله ده كله، اولا مش بعلن عن منتجات لاي شركات، ولا بقاصد ان انا استرس على منتجات لشركه معينه، غير مقبول عندي، مش متاح عندي. تاني حاجه، لما هتكلم في المواضيع اللي هتكلم فيها وتخلل الموضوع بعض الهزار او بعض الافياد او بعض المصطلحات، انا لا اقصد احد تماما وما عنديش اي ضغائن مع اي حد. كل الناس ليها كل التقدير وكل الاحترام. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، بنحضر لحاجه جامده ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.